السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح النشاط، يا صباح الطاقة الإيجابية والطاقة المستخبية وكل الطاقات اللي في الدنيا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبي ومتابعيني أغلى الناس في الدنيا، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. بدأنا يومنا النهاردة وفيديو جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية ومستخبية جديدة. يلا بينا. تعملي ايه يا ام لمار النهارده؟ قلت اصبح كده عليكم يا حبايب قلبي، ومسكت بقى قدام البيت كده ايه نظفته وكانت المكنه بتاعت الري شغاله، الناس بيسقوا الارض بتاعتهم يعني. جيت ايه من الراتب كده وقعدت ارشرش بقى ايه قدام البيت كده، عشان زي ما انتم شايفين الجو عامل ازاي وترابه. زي ما قلت لكم عشان ننيم الترابه دي، عشان ايه ما تدخلش البيت وتبهدل لنا الدنيا. تمام يا حبايبي؟ صباحكم عسل، صباحكم فل، صباحكم كل حاجه حلوه يا حبايب قلبي. بعد كده بقى قعدت ارشش بقى كده قدام البيت واقول ايه واغني واقول رش الشارع ميه عروسه الغالي جايه، رش الشارع كاكوله ده عروسه الغالي منقوله، وعماله ايه اغني لكم كده. يا رب تحطوا لايك بقى وتتابعونا كده وتعملوا لنا حاجات حلوه كده يا حبايب قلبي. المهم يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده قعدت انضف ايه قدام البيت وانضف الشجر تحت الشجر كده واسقيه اهو. زي ما انتم شايفين كده الجمال ده كله، شايفين الحلاوه والجمال. ايوه كده. هنروق بقى كده وننضف ونرشش الميه كده يا حبايب قلبي، اما نشوف عروسه الغلا هتيجي امتى اهو. ايه رايكم؟ ادينا بنرشرشها الميه على ما تيجي براحتها، خليكي مكانك ما تجيش اهو. شايفين يا حبايبي؟ شايفين الجمال؟ بصوا التنظيف قدام البيت كده والرش والحاجات دي والله العظيم بتخلي الواحد اسعد ما يمكن. حاجه كده ايه فل الفل اهو. بعد كده بقى دخلت ايه رحت الشارع التاني اللي جنب البيت برضو، بس ايه رحت ايه اسقي الريحانه بتاعتي بقى يا حبايب قلبي. شايفين الجمال؟ شايفين قعدت عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، كبرت وبقت زي الفل. كل شويه اهز فيها كده علشان خاطر ايه اشم الريحه الجميله دي يا حبايب قلبي. وده الجرجير بتاعنا اهو، والخضار يا حبايبي طلع بسم الله ما شاء الله اهو اهو. بس الكزبره والبقدونس والحاجه الخضره يعني ما نبتتش يا حبايب قلبي، معرفش ليه. اللي يعرف ده عشان ده مش اوانها ولا طريقه الزرع بتاعتها ازرعها ازاي، اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات. خلينا كده نساعد بعض كده يا حبايب قلبي، واللي عارف معلومه يقولها للتاني. وهننضف بقى كمان ايه الحته اللي عند الزرع كده ونرشرشها ميه برضو. يمكن العروسه ما تحبش تدخل من الباب ده، تدخل من الباب التاني، خلينا ناصحين كده. يا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم يا حبايب قلبي، واكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. بعد كده بقى يا حبايب قلبي ندخل بقى ايه على الروتين الجامد جامد بقى، ندخل على البيت من جوه. جبنا الشارع من بره، ندخل بقى على البيت. طبعا هنا كان غسيل محطوط، دخلته بقى جوه على ما اطبقه اهو. وهنمسك بقى الصاله بتاعتنا كده ايه نديها كنسه كنسه حلوه كده، ونمسكها برضو ايه نطوقها او نمسحها زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي اهو. يلا كده اتحمسوا ونشاط وطاقات كده، طلعوها كده اللي عندكم وما تكسلوش، وقوموا اعملوا ايه اي شغل وراكم. شغل هتجر شغل، هتلاقوا نفسكم خلصتوا. نشاط وحيوية وطاقة مستخبية اهو. شايفين الصالة اللي احنا كنا شايفينها نظيفة وعاملة ازاي؟ شوفوا طلعت رماد قد ايه اهو يا حبايب قلبي. خلصنا كده الصالة بتاعتنا اهو، ولمينا الزبالة عزكم الله. هنبدأ بقى ايه نجيب حتة كده ونمسك ايه الصالة نمسحها بيها، نطوقها بيها كده اهو. على السريع على السريع كده يا حبايب قلبي، تحسي كده ان انت ايه البيت انتعش كده. رشرشنا ميه قدام البيت ومسحنا البيت من جوه ونضفناه، تحسي بريحه ايه حلوه كده وطاقه ايجابيه كده وحاجات حلوه كده في البيت يا حبايبي اهو. على رأي ستي والمثل اكنس بيتك ورشه ما تعرف مين اللي هيخش، ما تعرفيش مين اللي يدخل عليكي فجأة يلاقي بيتك بقى ايه نضيف وفله كده شمعة منورة اهو.
خلصت كده حبايبي. بعد كده بقى هدخل على السور. دي شويه عيش بقى اللي بيفيد مننا وكده. بننشفه على في الشمسه كده بالطريقه دي، وندشه للطيور او نبله للطيور بتاعتنا لما نكون عايزين نحمل لهم اكل يعني. تمام اهو. كان نشف بقى وفي شويه لسه ما نشفوش، سبتهم بقى ينشفوا، ولميت اللي نشف كده في شكاره يا حبايبي لحد ما نكون كميه. وبعد كده ندشها للطيور بتاعتنا على شويه ذره على شويه علف ونأكل الطير بتاعنا اهو بالطريقه اللي انتوا شايفينها. بعد كده بقى نمسك بقى السور بتاعنا كده، ما هو ده المطبخ بقى الجديد بتاعي، هنمسكه بقى ننضفه كده يا حبايب قلبي اهو. ونجيب بقى كده من تحت الاعماق بشويه، من تحت الفرن ومن جوه ومن هنا ومن هنا. شايفين كميه الورق وكميه الزباله يعزكم الله. من كمان السور مكشوف يا حبايب قلبي، فبينزل اي تراب، اي عفار، اي حاجه تطير من السقف من فوق اهو. هنكنس بقى كله كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنلم الزباله بتاعتنا دي نرميها ونشوف هنعمل ايه. نلم كده اي حاجه لها لازمه، واللي مش له لازمه هنرميه. طبعا الورق دون بولع بيه الفرن، فطبعا هنحتاجه. اي حاجه بقى مش عايزينها بنطلعها نرمي اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى كنت بسلق بطاطس على الشعله كده، شلتها يا حبايب قلبي. وهنعمل بقى شويه اكله كده شعبي حلوه كده فله تعجبكم خالص. عملنا يا حبايبي؟ سلقنا شويه بطاطس، وبعد كده بقى هنقشرهم ونحمرهم، وعملنا شويه مكرونه يستاهلوا بقكم. مكرونه حبايه وحبايه محمره، بس مش هنحط عليها صلصه يا حبايب قلبي، من غير طماطم خالص. اي حاجه تغلى هنستغنى عنها، ادينا استغنينا عن الطماطم. عملنا المكرونه حبايه وحبايه. تمام. دي تسميها بقى أكلة آخر الأسبوع، تسميها أكلة آخر الشهر، تسميها أكلة الغلابة، أي أكلة أنت عايزاها تسميها سميها. ونعمل بقى طبق سلطة حلو كده معاها بالجرجير الجميل بتاعنا اللي طلع كده حبايبي. ودينا شغالين بقى نقلب في المكرونة كده، نحمرها لحد ما حباية تحمر وحباية لأ أهو، نشوحها كلها كده مع بعضها. بعد كده بقى هنحط عليها الميه بتاعتها او الشوربه لو عندك شوربه، وتحطي على التوابل بقى فلفل اسمر وكمون وشويه شطه وتحطي عليها القعد بتاعها والملح بتاعك وتظبطيها اهو. طريقه سهله وبسيطه خالص، في اكل في 5 دقايق. والبطاطس اتسلقت وهنقشرها ونحمرها، بطاطس محاميره. حطوا لايك بقى للبطاطس المحامير بتاعتنا. بعد كده بقى يا حبايب قلبي نعمل السلطه بتاعتنا. ادينا حطينا القعد بتاع المكرونه اهو، ظبطناه كده. شويه مكرونه بصوا يستاهلوا بقكم، تحفه اهو. نظبط بقى القعد بتاعهم ونسيبهم يستووا. بعد كده بقى حطينا الطاسه على فيها زيت على النار، وقشرنا البطاطس زي ما قلت لكم، وهنحمرها. بصوا انا بعشق البطاطس دي، بتبقى احسن من المقليه كمان، تبقى تحفه اهو. في اللقطه دي جوزي بيقول لي انت بتعملي ايه، بتصوري ايه؟ قلت له انا صورت الكفته ما جابتش مشاهدات، هصور البطاطس يمكن ربنا يصلح الحال والمتابعين بتوعي يكونوا بيحبوا البطاطس. تمام. يلا يا حبايب قلبي حطوا لايك كده وشجعونا بقى، مش تكسفوني قدام جوزي. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، اغلى واحلى متابعين في الدنيا. وده الصينيه بتاعتنا يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بالف هنا وشفا على اللي كل.
واللي شاف ربنا يصلح حالكم. حطوا لايك وكومنت لو فيديوهاتنا بتعجبكم، وشجعونا كده حبايب قلبي عشان قناتنا تكبر بيكم يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. شايفين المكرونه مفلفله وجميله ازاي؟ شايفين؟ وشويه السلطه الجمال بتوعنا، وكان في طبق رز بسمتي.